جيسون فتح المراية، لكن فجأة شاف قاتل مأجور بيهجم عليه، ففهم فورا ان غطاء اتكشف وابتدى يرمي علب بشكل هستيري على المهاجم. ولما القاتل قرب منه اداله ركلة جامدة. بعدها مسك بهدوء باكت حفاضات تحت نظرات الزباين المصدومة وراح للكاشير يدفع الحساب كأن مفيش حاجة حصلت. بصفته قاتل محترف سابق من النخبة كان عارف ان المحاولة دي مش هتكون الأخيرة. رجع البيت بسرعة، طلع على السلم وطلع الشنطة العسكرية اللي مخبيها بقاله سنين مليانة أسلحة قديمة وجوازات سفر. كان بيحضر لهروب عيلته، واتصل فورا بشريكه اللي بيعرف يعمل كل حاجة وطلب منه يجهز جوازات سفر دولية للعيلة كلها. في نفس الوقت جري على مدرسة بنته عشان ياخدها فورا، لكن لما دخل الفصل ما لقاهاش. لحسن الحظ هو عارف بنته كويس فخمن هتكون فين، لقاها بسرعة وخدها قبل ما القتلة يوصلوا لهم. فاضل يلاقي ابنه ومراته. لحسن الحظ ابنه كان بيلعب عند واحد صاحبه. اول ما وصلته رسالة جري على بره وهو خايف من زعل ابوه. لما جيسون شافه سليم خد العيال الاتنين بسرعة وراحوا يدوروا على مراته ليزا. في الطريق لاحظ عربية ماشية وراهم. عشان يتأكد لو اللي فيها قاتل دخل نفق متعمد كاختبار، والحمد لله العربية ما دخلتش وراه. فتنفس السعداء أخيرا لقى مراته وقال للعيال إنهم مسافرين رحلة من غير ما يشرح أي حاجة، وطلب من مراته تركب العربية بسرعة. لكن كان خلاص فات الأوان. القتلة كانوا رصدوا تحركاته ونصبوا لهم كمين في الجراج. في اللحظة دي أتوبيس كان معدي فاستغل ظله واختفى. أول ما القتلة دخلوا الجراج كان هو اتحرك وأخذ طريق تاني، لكن ما مشيش بعيد. لحقوه من ورا وبيحاولوا يوقفوه. في لحظة خطيرة لف عند تقاطع ودخل حارة ضيقة، وفجأة فهم إنهم لسه عارفين مكانه، أكيد حاطين جهاز تتبع في العربية. عشان يضيعهم خالص دخل جراج شغله وقفل الباب، عمل نفسه مغمى عليه عشان يفحص العربية ورفعها بسرعة ولقى جهاز التتبع في ثواني. عشان محدش يشك فيه حطه في عربية واحد سواق مغرور. السواق غمزله وداس بنزين فجأة على طريق السريع وسحب القتلة وراه. بعد ما خلص من التهديد ساق عائلته على طول على لاس فيجاس، لكنه ما كانش يعرف إن نيك رئيس المنظمة وصل لبيته القديم. لما شاف لمة العيلة السعيدة دخل في نوبة غضب غريبة وأمر رجاله يتحركوا فورا. بعد رحلة طويلة ومتعبة وصلت عيلة جيسون أخيرا لاس فيجاس. عشان يفكوا شوية حجز جناح فخم وعمل عشا رومانسي على ضوء الشموع. لكن لما رجعوا الأوضة مبسوطين كانت في نقطة ليزر حمراء متثبتة على جبين جيسون.